السلام عليكم. وصفتنا لليوم القطايف بالمنزل من الألف إلى الياء بأبسط مكونات وأسهل طريقة ومن دون سميد. لوصفتنا بنحتاج 2.5 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات، 3 معالق من السكر الحبيبات، معلقتين من النشا، رشة ملح، رشة محلى، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. ننزل بالخلاط الكهربائي، أو إذا ما عندك خلاط كهربائي فيك تستعملي المضرب اليدوي أو أي أداة تستعمليها عندك بالمطبخ. بننزل بالدقيق المنخول بالخلاط الكهربائي، وبننزل فوق السكر والنشا والملح والمحلب والبيكنج باودر. بعد ما بننزل كل المكونات الجافة معانا، بننزل ب3 أكواب إلا ربع من الماء الدافئ، نخفقهم بالخلاط الكهربائي مدة 5 دقائق. نخفقهم بشكل ممتاز لحتى تتجانس معنا العجينة ويشتغل يتفاعل معنا الدقيق ويخرج مادة الجلوتين الموجودة بالدقيق معنا لحتى نحصل على عجينة قطايف ولا ألز. بعد ما خفقناهم مدة 5 دقائق، نصفي عجينتنا بالمصفاية الناعمة لنتأكد إنه عجينتنا ما فيها أي تكتلات أو مواد جافة، مانا مخفوقة بشكل ممتاز. وهيك عجينتنا صارت جاهزة. منريحها مدة 10 دقائق فقط لا غير. بنبدأ بخبزة بعد 10 دقائق على مقلاي حامي بشكل ممتاز، درجة حرارة النار تحت القطايف وسط. والقطايف أهم خطوة بدك تعمليها إنك تكوني مجهزة صينية عليها قطعة قماش جاهزة للمطبخ نظيفة تستعمليها بالمطبخ. ننزل بحبات القطايف على المقلاية الساخنة، ممكن 3-4 حبات ما يزبط معك. أول شي كلون أو كشكل لحتى تاخد المقلاية درجة الحرارة المناسبة للقطايف. بتصب القطايف بالحجم اللي انت بتحبيه، وأول ما تنزلي العجينة على المقلاة تستنيها حتى تنشف معاك بشكل ممتاز. بس نشفت العجينة بشكل ممتاز بتكون حبة القطايف صارت جاهزة وأخدت اللون المناسب. أنا عملت القطايف الكبيرة والقطايف الصغيرة، وحبيت فرجيكم كيف عم تنشف حبة القطايف بهاي الطريقة. ما بنلعب فيها أبدا لحتى تنشف بشكل كامل، بس اللي نشفت بشكل كامل. وإذا درجة حرارة المقلاي معاكي مظبوطة راح تاخدي الكنار الأبيض واللون المناسب لحبة القطايف. عجينة ولا ألز وممتازة للقطايف، بس بدك تتبعي الخطوات بشكل جيد لحتى تحصلي على نفس النتيجة ونفس القوام. هلأ هيك نشفت معانا حبة القطايف، ما بنلعب فيها أبدا لحتى تنشف بشكل ممتاز. شايفين كيف؟ بعد ما نشفت صارت جاهزة معنا، وأخذنا الكنار الأبيض اللي بشهي. هيك عجينتنا صارت جاهزة بعد ما بردت، وصارت جاهزة معنا لنشكلها ونقليها أو تشكليها وتقدميها. شايفين القوام بشهي ولا ألذ ولا أروع. لسه الطعم حكاية تاني، طراوي ولا ألذ. وهيك حبات القطايف كلهم لون واحد وقوام واحد، لأنه درجة حرارة النار كانت معنا ممتازة. وهيك حشيتهم أنا. فيكي أنت تحشيهم بالقشطة أو الجبنة أو أي شي بتحبي تحشيهم للقطايف، جوز وقرفة، أي حشوة أنت بتحبيها. وهيك وصفتنا صارت جاهزة. صحتين.